مخلصه الترويق وقلت خلاص الواحد هيقعد وهيرتاح شويه، لقيت ابني جاي بيقول لي امي حضري لنا حاجه حلوه كده من ايديكي، وابني الصغير عايز حاجه حلوه عايز حاجه حلوه وعمال يشد فيا وعايزني اقوم بالعافيه. رحت قلت ما بدهاش، قمت على التلاجة كده وعلى الفريزر قعدت ادور على ايه الحاجات اللي ينفع ان انا استخدمها في سهره، حاجات كده سهله وسريعه كلها وهتعجبكم قوي. وقلت لازم انا اروق عليهم، انا بقالي كتير قوي ما عملت لهمش سهره كده ولا عملت لهم بوفيه او ضيافه. ولادي بيحبوا الحاجات ديت جدا، بيحبوا ان انا اعمل لهم كذا حاجه مش حاجه واحده بس ياكلوها، ده العادي اصلا طول اليوم. المهم بقى كان عندي كده طبق سلطة فواكه، رحت طلعته وان انا اغرف كده في الاطباق بالشكل دوت. انا لازم انا اروق عليهم، ديت اول حاجة هو حضرتها سلطة، دي احلى حاجة بقى ترطب على قلوبهم في الجو دوت. وكان عندي برضو بسبوسة كده في التلاجة، غرفت لهم طبقين بسبوسة، هما بيحبوا البسبوسة بالمكسرات جدا. الفكرة كلها ان احنا نحاول ان احنا يعني نقدم الحاجات اللي موجودة عندنا في التلاجة بشكل مختلف، هتلاقي نفسك عملت ضيافة في مفيش في ربع ساعة، وفي نفس الوقت ما كلفتيش نفسك فلوس كتير. فضيت لهم برضو البسكوت اللي بيحبوه وشويه لب بقى وايس كريم. وادي السهره بتاعتنا جاهزه اهي، تعالوا نشوفهم بقى. اول ما شافوها عملوا لايك للفيديو لو عجبك، وتابعيني عشان صفحتي او قناتي هتفيدك جدا. شايفين بقى الفرحه اللي باينه في عيونهم والحيره. طبعا مالك اختار اول حاجه الايس كريم، ومحمد طبعا محتار لسه بيفكر.